السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أهلا وسهلا بحضراتكم، يا رب تكونوا طيبين وبخير. سؤالنا النهاردة بيدور حوالين حلقتنا. لو حد جالك دلوقتي وقالك تحب أقولك على 9 حاجات لو عملتيهم هتعيشي مرتاحة وقلبك مطمن ونفسيتك في راحة وسعادة مهما كان حواليكي، يا ترى هتردي تقولي ايه او هتجاوبي بايه؟ هتقولي له طبعا قولي وبسرعة. تعالي بقى انا اقولك. بص يا ست، دول مش بس اسرار علشان ترتاحي، دي مفاتيح للسعادة اللي ناس كتير بيدوروا عليها، وللأسف والله هم مش لاقيينها مع انها بين ايديهم، بس هم نسيوا يبصوا على الطريق الصح. اول سر من الاسرار دي يا حبيبتي هي القرب من الله عز وجل. كل حاجة بتبدأ من هنا، سبحان الله. قربك من ربنا هو البداية، هو المفتاح الاول. كل ما تقربي كل ما هتطمني وهتحسي انك مش لوحدك ابدا. تاني سر الصلاة بخشوع. مش كفاية انك تصلي، لا لازم نحس ان احنا بنصلي، نكلم ربنا واحنا واقفين قدامه، نحط كل الهموم عنده ونخرج من الصلاة خفاف ومرتاحين. تالت سر هو سر مهم جدا، وهو سر الذكر المستمر. اللي لسانه رطب بذكر الله قلبه عمره ما هيقسى ولا هيتعب. طول ما انت واقفة سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. دي مش كلمات، دي مفاتيح وراحة نفسية وسر السعادة. رابع سر هو التسليم الكامل لله عز وجل. حاولي تسيبيها على ربنا، اتكلي عليه، اتكلي عليه بجد مش بالكلام. قولي انا يا رب مستسلمة اليك ومسلمة امري اليك، دبر لي يا رب اموري، انا فوضت الامر ليك، وساعتها هتشوفي العجب العجاب. خامس حاجة سر الرضا بالمقسوم. اللي راضية والله مرتاحة حتى لو اللي في ايديها قليل، بتحس سبحان الله انه مكفيها وزيادة. ليه؟ علشان الرضا ملأ قلبها. الرضا لما بيملى القلب بيبقى مرتاح. سادس حاجة سر حسن الظن بالله. كل ما تتزنقي وكل ما تحسي انك في كرب قولي يا رب انا حاسه ان الخير جاي حتى لو مش شايفاه دلوقتي. حسن الظن بالله يا جماعه بيفتح ابواب الراحه قبل ابواب الفرج. سابع حاجه هو سر الدعاء، بس الدعاء بصدق. الدعاء مش بس طلب، ده مناجاه مع الله. قولي كل اللي جواكي، ابكيله واشتكيله، قولي يا رب وهو والله هيجاوبك، بس لما تحسي ان كل كلمه طالعه بالفعل من قلبك. تامن سر البعد عن المعاصي. الذنب يا جماعه بيبقى تقيل جدا على القلب، حتى لو اتبسطت شويه ولا اللحظات حاول تبعد. كل ما تبعد هتحس بنور في قلبك وفي وشك وراحه في قلبك ما بعدها راحه. تاسع حاجه سر الصحبه الصالحه. اللي حواليكوا بيفرقوا معاكوا جدا، فحاولي تصاحبي اللي تقربك من ربنا، اللي تقولك يلا بينا نصلي، مش اللي تلهيكي، مش اللي تسمعك اغاني. الصحبة الصالحة بتشيلك لما تقعي، بتفكرك لما بتنسي. انا عارفة يا جماعة ان الحياة صعبة وان المسؤوليات بقت كبيرة جدا والضغوط مش سايبة حد، بس والله لو مسكتي في ال9 دول اللي هم المفاتيح قلبك هيرتاح وعينك هتهدى ونفسك هتبتسم حتى لو الدنيا مكركبة من حواليكي. السعادة مش بس في الفلوس ولا في الناس ولا في الظروف، السعادة الحقيقية في القرب من الله عز وجل. في آخر كلامنا يا رب اجعلنا من القلوب اللي ارتاحت بقربك، واللي عينيها بتدمع من شوقها ليك يا رب، ونفوسها طيبة بحبك. يا رب ارزقنا رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار. يا رب ارزقنا راحة من القلب لا تزول، وفرحة لا تنتهي، وسعادة يا رب تقربنا منك يا أرحم الراحمين. يا رب اجعلنا من السعداء بقربك والمقبولين عندك ومن أهل محبتك، اللهم آمين يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله. لا تنسوا الصلاة على من أمرتم بالصلاة عليه. وفي آخر الفيديو لو طلعت منه بحاجة اوعى تنسى تدوس لايك واشتراك علشان يعم الخير ولزيادة الأجر إن شاء الله. طبتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.